يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا ومرحبا بكم مع حصاد الفكر، وحديثنا حول تحديد الأولويات. أهداف الإنسان والدول والأمم أهداف كثيرة جدا، والمشكلة الكبيرة أن لو كانت مواردنا، والمقصود بالموارد الوقت المتاح عندنا مفتوح، والمال لا حدود له، والدعم لا ينتهي، في هذه الحالة لا حاجة لتحديد الأولويات. لكن لأن الموارد محدودة بأشكالها المختلفة، ولذلك يجب أن نحدد الأولويات، وهذه هي أهم فائدة في هذه الحلقة. كيف نحدد أولوياتنا، سواء على مستواي كفرد، عندي أهداف كثيرة وعندي مشاريع كثيرة، ما الذي له الأولوية، أو على مستوى شركة أو دولة أو حتى أمة، كيف نحدد هذه الأولويات. وقد اخترعت نموذجا للمعايير الأهم في تحديد هذه الأولويات، وهي كثيرة جدا، لكني سأستعرض بعضها ليس كلها، والأهم من بينها. لا شك أن مما يحدد الأولويات الحاجة، فقد تكون حاجتي الفورية الآن إلى طعام أو إلى مال يعني يعيش به أهلي ويحفظهم من الموت، فهنا تصبح الأولوية لهذه الحاجة والضرورات كما يقولون الإنسانية. وقد تكون الحاجة على مستوى البلد، ما الذي يحتاجه هذا البلد في هذه الفترة. قد يكون الحاجة الرئيسية هي الأمان أو الاستقرار أو التغيير السياسي الذي عطلنا. قد تكون الحاجة على مستوى الأمة أنها تنهض بالتعليم وتنهض بالاقتصاد، تختلف من بلد إلى بلد، من أمة لأمة، من فرد لفرد، وتختلف من زمن إلى زمن. فالحاجة لا شك هي معيار رئيسي جدا من المعايير التي نستعملها في تحديد الأولويات. أيضا مما يساعدنا على تحديد الأولويات معيار أسميته الانتشار. كم شخص سيستفيد من هذه الأولوية؟ فعندما تكون الأولوية فائدة الشخصية، وبعض الناس يقدم حاجته الشخصية وحاجته الفردية على حاجة أمة كاملة بكاملها، لا شك أن هذا عنده خلل. فكلما كان الانتشار أكبر، بمعنى عدد المستفيدين أعظم والأعداد التي ستتأثر أكبر، عندها سيكون الأولوية لهذا الهدف، ذاك أولى من هدف يفيد أهلي فقط ويفيدني أنا شخصيا. طبعا من المعايير الرئيسية التي نستخدمها الاستمرارية، الأهداف التي لو عملتها ستستمر حتى بعد حياتي لا شك هي أفضل من التي ستنقطع، والتي ستستمر لقرون أفضل من التي ستستمر لأيام أو سنين. فاحفظوا هذا وتذكروه. أيضا عمق الأثر، حجم التغيير، الهدف الذي يغير تغيير عميق في الناس، في الإنسان، في الأمة، هذا أفضل من الهدف الذي تأثيره سطحي. كذلك السرعة، هناك أهداف تحتاج وقت طويل وقد يكون قرون، وهناك أهداف نستطيع أن نحققها بسرعة. لا شك أن الأسرع أفضل من البطيء، بشرط أن تكون المعايير الأخرى، الانتشار والحاجة والمعايير التي سنذكرها متوفرة. فالسرعة مهمة لكنها ليست هي الأهم. أيضا القدرة، لا تضعوا يا شباب أهدافا فوق قدراتكم، ابحثوا عما يتناسب مع قدراتكم. طبعا الرغبة والشغف تشكل أساس من أسس اختيار الأولويات. أيضا الفرصة، هناك أشياء خيالية لا فرصة لي بها، ابتعدوا عنها وابحثوا عما لديكم فيه فرصة. وافق مع قيمكم، الحرية، العزة، النهضة، رفض الطغيان، بناء الحضارة، هذه أهم
كقيمة من لقمة العيش ومن الشهرة وغيرها من القيم المحدودة التي فائدتها ضعيفة. إذن تذكروا أن هدف بلا خطة يساوي أمنيات، وأهداف كثيرة بلا أولويات تضيع فيها الإنتاجات. رتبوا أولوياتكم واحرصوا على أن تكون مبنية على قيمكم وهي الأهم. وفقكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا